السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنتعرف على عيش الحبة الكاملة، وهنقول ازاي بيتعمل وهوريكم مراحل تصنيعه. بس للأسف وقت العجن بصراحة ما كنتش ناوية أصور، فما طلعش في دماغي إن أصور غير بعد ما عجنت. بس بإذن الله لو طلبتوا مني أعمل لكم العجين هعمله لكم بإذن الله، بس هقول لكم الطريقة ازاي. وسهل جدا، هتجيبوا دقيق الحبة الكاملة، دقيق اسمه دقيق الحبة الكاملة. وايه هو دقيق الحبة الكاملة دي؟ ناس كتير ما تعرفش دقيق الحبة الكاملة. دقيق الحبة الكاملة هو الدقيق بتاع حبات القمح كلها على بعضها. حبات القمح يعني انت بتغسلوا القمح وتودوه للمكنة تطحنه، فبيطلعوا منه كذا كذا عين او كذا مستوى. ماشي، في العين الاولى وفي العين التانية وفي التالتة وفيه الرابعة، وبيطلعوا بقى الردة الواحدة. تمام. انما لما انت هتعمليه حبة كاملة على بعضه، يعني هتطحنيه كله ببعضه، يعني كل العيون دي هتبقى على بعضها. العين الاولى بيكون دقيقها ابيض ناصع البياض، العين التانية بتكون بيضة برضو بس اقل نصوعا للبياض من العين الاولى. والتالتة والرابعة بتكون غامقة شوية، بيكون لونها كده يعني مغمق شوية. تمام. وطبعا الردة بتنفصل لوحدها. احنا بقى لما بنيجي في البيوت او في المخابز بيستخدموا العين الاولى او التانية بالكتير، بس ما بيستخدموش باقي العيون واللي هم اصلا فيهم الفايدة كلها. يعني العين التالتة والرابعة دي بتكون واخدة شوية من البروتين، وعندك الردة دي بقى هي البروتين كله، فكل الغذاء في الردة دي. تمام. فانت لما هتاخدي القمح بتاعك او الغله بتاعتك، القمح اللي هو الغله، هتغسليها كويس جدا وتنشفيها، وبعد كده هتوديها لمكنه الطحين، وهتقولوا له انا عايزه اطحن القمح او الغله بتاعتي دي كلها ببعضها، يعني مش عايزه اطلع منها عيون، يعني هتنطحن كلها بالرده بكله مع بعض. وهو ده بقى دقيق الحبة الكاملة، مش طالع من حبات القمح اي حاجة خالص، بالردة يعني الغلاف الخارجي بالداخلي كله مطحون في بعضه. ان شاء الله باذن الله لقيتكم مهتمين بالحبة الكاملة او بمخبوزات الحبة الكاملة، هعمل لكم باذن الله من اول عيش الحبة الكاملة للقراقيش للقرص للفطير لكل حاجة بالحبة الكاملة. صحيح احنا فاتحين محل بنعمل مخبوزات، بس طبعا اليومين دول الطلب قل على المخبوزات اللي هي بالدقيق الابيض، فان شاء الله باذن الله هنعمل في المحل كل المخبوزات بالحبه الكامله باذن الله. ولو لقيت في تفاعل على الفيديو باذن الله هنعمل فيديوهات كتير جميله جدا هتعجبكم بكل المخبوزات بالحبه الكامله. وبالنسبه لعيش الحبه الكامله اللي في الفيديو هقول لكم ازاي انا عملته. وكمان بنعمل منه العيش الطويل اللي هو العيش الفلاحي الطويل بالحبه الكامله، يكون افضل مليون مره من العيش ده، لانه لما بيبات عندك ما بيبرولش. العيش ده لما بيبات بيبرول، يعني هو حلاوته كده يتاكل سخن، بعد كده يعني ما بيكونش كويس قوي، يعني تحسي كده ان هو مبرول، بتاكل بس بيحس ان هو مبرول كده ومش تمام. هتعملي بقى منه يوميا صابح بصابح، لو تعملي في البيت كمية قليلة كده على قد اليوم. تمام. او مثلا لو هتشتري من المخبز هتشتري كمية قليلة برضو على قد اليوم. لما العيش الطويل اللي بالحبة الكاملة بتعمليه كميات منه عادي، بتحطيه في الفريزر وتطلعي منه، حتى لو بات بره بيكون كويس ما بيبرولش. طيب عملنا العيش ده ازاي؟ او برضو العيش الطويل اللي هو بالمكنة هو كله بنفس العجينة او بنفس الطريقة. هتجيبي دقيق الحبة الكاملة اللي قلنا عليه في بداية الفيديو، هتجيبيه وتحطي وهتعجنيه بس بميه وشويه سكر وشويه ملح وخميره. طبعا خميره بقى يا اما في خميره فوريه يا اما خميره بيره. شويه سكر كده يعني على الكيلو مثلا معلقه سكر واحده كتريش، واللهم صل على سيدنا محمد، وهتعجني بالميه. تمام. هتجيبي الدقيق اللي هو كله على بعضه، ما مش هتضيف حاجه تاني، اللي هو الدقيق الحبه الكامله المخلوط كله في بعضه، مش هتضيفي عليه اي حاجه خالص. تمام. هتخلي بس العجينه بتاعته لينه شويه عشان يطلع معاكي لين كده من الفرن وحلو، وما تعجنيش فيه كتير، يا دوب تلمي العجينه بس. وبعد كده هتكوريه زي ما شفتوا وهتسيبيه ان هو يرتفع، هتغطيه كده بحاجه بلاستيك وقماشه وتسيبيه ان هو يرتفع يخمر يعني. وبعد كده هتعمليه زي ما شفت في الفيديو بالظبط، هتبططيه وتفردي بقى. لو بالمكن هتفرديه طويل وتحطيه في المكنه ومن المكنه على طول على الفرن. انما لو هتعمليه مدور كده هتعملي زي ما احنا عملنا، حاطين على الالواح صواني على اي حاجه بتفرشي عليها رده، وتحطي طبعا بتبططي بالرده وتفرشي عليه رده على الحاجه اللي هتحطي عليها رده. تمام. احنا بنبطط بالرده اهوت. تمام. واللهم صل على سيدنا محمد، هتفردي زي ما بنفرد كده بالظبط، تاخدي كل كوره وتفرديها زي ما بنفرد كده بالظبط. هتفردي كل الرغيف، مش هتخلي سمكه تخين، هتخليه سمكه رفيع كده، عشان طبعا لو تخين هيبرول معاكي بسرعه، وكمان هيبقى كده تخين كده ومكتوم. انما هتخليه رفيع كده عشان يبقى سهل في الاكل وسهل في الهضم، وان شاء الله باذن الله يطلع معاكي احلى عيش. هتحطيه بقى على الواح على صواني على اي حاجه وتسيبيه شويه لما يرتفع كمان مره، وبعد كده من الصينيه على طول، او تشيلي على طول واحده بواحده على الفرن على طول. تمام. الفرن طبعا يكون هادي من تحت، ويكون
يعني تكوني مسخنه الاول ومهديه من تحت ومعليه من فوق، وحطي واحده بواحده على العرس عادي، على الصاجه يعني عادي، احنا بنقول على العرس هنا معلش. بتحطيها على الصاجه عادي، هتقب معاكي، وتحمريها كويس وتطلعيها بقى، وبألف هنا وشفا. ولو طلبتوا مني باذن الله هعمل لكم الفيديو ده تاني، هعمله لكم من اول العجين لغايه التسويه باذن الله. وده بقى العيش بعد ما طلع، بسم الله ما شاء الله. ما كنتش مهتميه بتصوير قوي في اليوم ده، فعشان كده ما صورتلكوش كل المراحل بالظبط. باذن الله اصور لكم لو انتوا طلبتوا مني كده. الف هنا وشفا. اعملي حاجتك في بيتك، عشان ناس كتير بتغش في الايه الحبه الكامله ده. هاتي المكان موثوق او طحانين واعمليه هنا.